أصدقائي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، حيث نستعرض معكم آخر مستجدات الأشغال الجارية في ملعب طنجة الكبير، وخاصة الجدل الذي أثير مؤخراً حول طبيعة الشاشات المركبة على غلاف الملعب. من خلال هذا الفيديو سنفصل هذا الموضوع ونطلعكم أيضاً على أبرز مراحل العمل الحالية، فلا تذهبوا بعيداً. عند النظر لأول مرة إلى شاشات الليد المثبتة على واجهات ملعب طنجة، قد يبدو للعين أنها مجرد قماش شفاف بلا وظيفة تقنية، لكن في الحقيقة هي شاشات LED شفافة متطورة صممت خصيصاً للواجهات المعمارية الكبرى. تتميز هذه الشاشات بقدرتها على عرض الصور والفيديوهات بجودة عالية عند التشغيل، بينما تظل شبه غير مرئية عند الإطفاء بفضل بنيتها الشبكية التي تسمح بمرور الضوء والرؤية من خلفها. هذا الابتكار لا يضفي فقط لمسة بصرية رائعة، بل يساهم أيضاً في تقليل الوزن الكلي وتقليص مقاومة الرياح، مما يعزز سلامة الهيكل ويوائم تصميم الملعب مع أحدث المعايير الدولية. أما بخصوص أعمال التسقيف، فبعد الانتهاء بدقة من شد الكابلات الفولاذية، انطلقت مرحلة تجهيز أجزاء التسقيف العملاقة التي نشاهدها الآن مرتبة على الأرض وفق تخطيط هندسي مدروس. تعتمد هذه المرحلة على رفع الهياكل بواسطة رافعات ضخمة، في عملية تتطلب تنسيقاً دقيقاً وخبرة عالية لضمان توافق كل قطعة مع نقاط التثبيت المعدة مسبقاً. الأمر لا يتوقف عند مجرد التركيب، بل هو نتاج تداخل الفن المعماري مع الحسابات الهندسية الدقيقة، حيث تؤخذ في الاعتبار أحمال الشد، مقاومة الرياح، وقوة تحمل المواد. ورغم أن هذه المرحلة شهدت بعض التأخير بسبب تركيب الرافعات والتحضيرات اللوجستية، إلا أن ذلك كان ضرورياً لضمان سير العمل بأقصى درجات الأمان والدقة. في موازاة ذلك، ينفذ تجهيز المساحات الخضراء حول الملعب بعناية لإضفاء قيمة جمالية ودعم التغذية البصرية، كما يجرى العمل على الأرضية الخارجية بتنفيذ أشكال هندسية عشوائية محسوبة تمنح الخرسانة تبايناً لونياً جذاباً يعزز جماليات التصميم. ومن الملاحظ أيضاً أن القطع المعدنية الواقية التي وضعت لحماية المدرجات خلال أعمال الحلقة الفولاذية لا تزال مثبتة، ويرجح أنها ستعاد توظيفها لاحقاً، ربما كدعامات مؤقتة لدعم سقف الملعب خلال التركيب. كل هذه التفاصيل تؤكد أن المشروع يدار بدقة عالية، مع الحرص على دمج الجوانب الجمالية والهندسية في كل مرحلة. بشكل عام، تقدم الأشغال يسير بوتيرة ممتازة، وقد شهد المشروع تسارعاً واضحاً خلال الأسابيع الأخيرة بفضل تكثيف الجهود الفنية وزيادة الموارد المخصصة. شكراً لكم على متابعتكم، نلتقي قريباً بإذن الله في تغطية جديدة.